هذه إذاعة إرنا. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى إذاعة إرنا الدولية في باريس. في هذه الفترة سيداتي سادتي تتابعون حلقة جديدة في برنامج متابعات، وفيها تتابعون الجزء الثالث والأخير من المقابلة التي أجريت مع السيد المناضل محمود إبراهيم محمد أبو رامي، يتحدث عن بدايات الكفاح المسلح في الذكرى 59 لبداية الكفاح المسلح للشعب الإريتري. لكن قبل هذا وذاك سيداتي سادتي، إلى حضراتكم نشرة الأخبار، هذه عناوينها: 3 من طلاب الخدمة الإلزامية في ساوى يلقون مصرعهم قبل أيام. وزارة التعليم لحكومة الهجدف تدار من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. نظام أسمرة يطلق سراح عدد من المعتقلين ويزج بآخرين في سجونه. وماكرون يقول إن الأمم المتحدة باتت في حالة فوضى. كانت تلكم سيداتي سادتي مقدمة النشرة، وإليكموها بالتفصيل من إرنا، يقرأها عليكم أحمد شريف. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا. توفي 3 من طلاب الخدمة الإلزامية بمعسكر ساوى للتدريب العسكري نتيجة هطول أمطار غزيرة شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية. وقد لقي الطلاب ال3 مصرعهم في خور ساوى نتيجة الأمطار الغزيرة، حيث قامت الجهات المسؤولة هناك بإبلاغ ذوي المتوفين بخبر وفاتهم، مؤكدين أنهم استشهدوا وهم يؤدون واجبهم الوطني. وكان الطلاب ال3 المتوفون قد توجهوا إلى معسكر ساوى في بحر هذا الشهر لإكمال الصف المرحلة، أي المرحلة الثانوية، ومن ثم الجلوس لأداء امتحان الشهادة الثانوية. تأكيداً على الانفلات الإداري الذي تعانيه البلاد لأكثر من 3 عقود، أكدت مصادر خاصة لإذاعتنا أن وزارة التعليم لحكومة النظام في أسمرة تدار من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وأشارت المصادر العليمة أن السفير سمر رؤسوم ممثل حكومة أسمرة في أديس يدير كل دولاب العمل في الوزارة الذي ظل يرأسها لعدة سنوات، وقضى على كل أقسامها واحدة بعد الأخرى حتى نال شهادة سيده رأس المجموعة بتسميته سفيرا له في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، التي سلم قيادة توليها أي رأس المجموعة في أسمرة إلى رئيس وزراء إثيوبيا دكتور أبي أحمد في الاتفاقية المزعومة إلى السلام قبل فترة. وأشار الخبراء التربويون في إشارة إلى هذه الفوضى التعليمية التي تعانيها البلاد منذ العام 91 و900 وألف، وأن سياسة إدارة التعليم التي ليس لها وزيرا مسمى حتى الآن منذ أن غادر دهاليز أعمالها السرية السفير سمر رؤسوم يعني تدمير ما تبقى من بقايا خبرات وإدارات في الوزارة العريقة التي تعتبر الوزارة التي لها رصيد تعليمي تربوي منذ العهد الاستعماري. أنباؤنا هذه سيداتي سادتي تأتيكم من إذاعة إرنا الدولية في باريس. منذ فترة وقد باشرت مجموعة هجدف مسرحيتها العبثية في أوساط الشعب في عملية روجت لها بأنها قد بدأت في إطلاق سراح عدد من المعتقلين الأبرياء بعد أن قضوا في سجونها سنوات عدة. وجاءت المسرحية الأخيرة نتاج ضغوطات دولية من بعض الجهات التي هي الأخرى تمارس ألاعبها بحقوق الإنسان الإريتري استمرارا لتأكيد سياسة الكيل بمكيالين، سيما وأن مجموعة نظام أسمرة تطلق سراح مجموعة من الأبرياء في منطقة ما لتقوم في نفس اللحظة باعتقال مجموعة من الأبرياء في منطقة أخرى. وتشير المصادر القريبة جدا أن خطوة إطلاق سراح البعض من قبل المجموعة الحاكمة في أسمرة ما هي إلا وسيلة أخرى جديدة لتأكيد عدائيتها للشعب من ناحية، واستهتارها بالحقوق الإنسانية الوطنية والعالمية من ناحية أخرى. النبأ الأخير لهذه النشرة: اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الأمم المتحدة بيتنا المشترك في حالة فوضى على غرار عالمنا اليوم، ذلك في كلمته يوم الاثنين في الذكرى 75 لتأسيس المنظمة، مؤكدا أن التحرك ضد وباء كوفيد-19 يجب أن يتم في إطار هذه المؤسسة.
وأضاف ماكرون إن أسسها تتآكل وجدرانها تتداعى أحيانا بفعل الضربات من قاموا بأنفسهم ببنيانها دون أن يسمي دولا، ولكن مستهدفا بذلك بطريقة غير مباشرة الولايات المتحدة الأمريكية في ظل إدارة دونالد ترامب التي نأت بنفسها منذ 3 سنوات من الأمم المتحدة ومنظمات دولية. وجاءت تصريحات ماكرون في مقطع فيديو مسجل مسبق وبث على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني من بين نحو 200 مداخلة لقادة دول العالم الذين دعوا للمشاركة في قمة افتراضية في الذكرى 75 لتأسيس الأمم المتحدة. في ختام هذه النشرة إليكم سيداتي سادتي المقدمة مرة ثانية. 3 من طلاب الخدمة الإلزامية في ساوا يلقون مصرعهم قبل أيام. وزارة التعليم لحكومة هيكدف تدار من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. نظام أسمرة يطلق سراح عدد من المعتقلين ويزج بآخرين في سجونه، وماكرون يقول إن الأمم المتحدة باتت في حالة فوضى. هكذا سيداتي سادتي استمعتم إلى نشرة كاملة للأخبار واختتمتها بالعناوين. الآن بعد فاصل غنائي تستمعون إلى حلقة في برنامج متابعات. السلام عليكم ورحمة الله. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. مستمعي إذاعة إرينا الدولية من باريس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما بنرحب بالمستمعين في كل مكان، ولا زلنا في ذكريات سبتمبر واستقراء التاريخ للاستفادة منه في الواقع الموجود. معنا ومعاكم الأستاذ المناضل الكبير محمود إبراهيم محمد أبو رامي، وهو يسجل شهادته للتاريخ عن سبتمبر وعن حركة تحرير إريتريا وجبهة التحرير والجيش التحرير وجيش التحرير، وتوقفنا في الحركة الإصلاحية كيف بدأت الأسباب التي دعت. أستاذ محمود، مرحب بك في الجزء الثالث من هذا البرنامج. جميل جدا، شكرا لك أستاذنا الكبير. حقيقة زي ما ذكرت المدخل، من هي وكيف بدأت، واستمرت في توسيع وترسيخ منطلقات فكرة حركة الإصلاح، واللي هو توحيد الجيش، ومن ثم الانتقال إلى عقد مؤتمر وطني عام يعالج كل الأزمة اللي تمر بها حاليا جبهة التحرير ومتطلبات مسيرة التحرير. لذلك ما تم هو كالآتي، يعني كونت خلايا داخلية في الجيش. العمل في البداية دي كلها كان بشكل سري، كنا بنشتغل بشكل سري جدا، لكن بعد فترة بدأ يأخذ الأسماء تبرز. فالخطوة الأولى خلق عناصر من الكوادر في داخل جيش التحرير، لأن الرسالة الأولى موجهة هي لجيش التحرير. في كل منطقة حاولنا أن يكون عندنا كوادر واعية مستوعبة لمفهوم حركة من أجل توحيد الجيش. توحيد الجيش معناه قوة متكاملة لجيش التحرير الإريتري يشكل هيكليته من خلال ملتقاه الجامع الوحدوي. هي الرسالة اللي كانت موجودة، وفعلا نتيجة الأزمة اللي كانت موجودة الانتشار كان سريع جدا، والقبول لعدد كبير جدا كان ممتاز. جميل. لكن بالمقابل أيضا كانت الحركة لتوجيه وتوعية الجماهير بالذات في مدن السودان، وكنا بنلتقي ليلا تقريبا في كل مدن، في كسلة مثلا، في القدارف، في القربة، في حلفة، في مدني، في الخرطوم. الكادر اللي كان تمت كنا نتوزع ونحرك ونقول لا بد من عقد مؤتمر عاجل وسريع يتم فيه توحيد الجيش. استيعاب كبير جدا كان موجود، لكن نتيجة الأزمة بالذات شعبنا أستاذ محمد شريف كان متأزم من حالة اللجوء
الكبير جدا اللي وصل إلى الأراضي السودانية في 72 كان متأثر جدا، وأي بادرة لإنقاذ كان عنده كامل الاستعداد. هذا هو المولود من سبتمبر يا حبيبنا. بالمقابل كانت القنصلية تنشط طبعا في أنه تتباهى بما تمارسه إثيوبيا في الداخل لإحباط معنويات الشعب. عليه التركيز كان في الجيش، وبالفعل استطعنا أن نوصل إلى مسألة تكوين خلايا في داخل كل منطقة، وهذه الخلايا كانت تتحرك لتوزيع مفهوم ضرورة حل أزمة الجيش وتوحيده ورد الجذر المبعثرة الموجود فيها جيش التحرير. وفعلا كان الرسالة أثمرت كثير جدا. وطبعا نحن بجانب حجمنا الصغير اللي كان موجود، بجانب ما كنا نمتلك تلك الدراسات العميقة، لكن كنا بس مجرد إثارة هذه المسألة دي ووضعها في النصاب الصحيح. وبالفعل هذا التنادي ده تدارسته بالذات 3 مناطق أساسية: المنطقة الثالثة، المنطقة الرابعة، والمنطقة الخامسة. هذه المناطق ال3 بالذات ركزت في هذه المسألة دي لكيفية خلق وحدة بجانبهم فصيلة المساعدة وهيئة التدين. تحفظ كان موجود من المنطقة الأولى وأيضا المنطقة الثانية، وأنه لاحقا كان الجهد اللي بذل واستيعاب المسألة دي، التفاكر بين القيادات المناطق وكوادرها بدأ يتبور وتعقد فيه اجتماعات، ووصلت المناطق الثالثة والرابعة والخامسة إلى اتفاق لعقد وحدة جامعة للجيش. لكن اختلفوا أيضا في دي، أن الأولى والثانية لا زالوا كانوا متحفزين من هذه المسائل اللي ما تم دراستها بشكل دقيق، إلا أنه الأزمة كانت عميقة، والتعبئة اللي الكادر تحرك بها بجانب مجموعة الإصلاح كان لها دور كبير جدا. فعجلت المناطق ال3 إلى وحدة وأطلق عليها الوحدة الثلاثية لجيش التحرير الإريتري، وتخلفت منه المنطقة الأولى وتخلفت منه المنطقة الثانية. والمنطقة الثانية أيضا ما كانت فصلت أمرها، ولكن في ذاك الوقت كانت دخلت المعركة الكبرى معركة حلحل، وده كان له تأثير للوضع اللي بعد استشهاد القائد البطل حامد عمر عزاز يعني. نعم. لذلك ال3 مناطق دي بدأت تأكد هذه الرسالة دي ووحدة الجيش، ومن هنا أيضا الفروع تحركت والنداءات جت. هنا أثمرت الحركة ميلاد الوحدة الثلاثية ل3 مناطق. وهنا في الحركة الجماهيرية أيضا في الفروع بتاع التنظيم اللي كانت موجودة في السودان، هذه أيضا تضافرت وتنادت مع الفكرة، وبدأت تجتمع في اجتماع عبارة عن سيمينار من كل الفروع في مدينة القدارف. وأعلن من هذا الاجتماع تشكيل هيكلية لانتفاضة العمل الجماهيري المنظم. ده بيشمل طبعا الفقرة الثانية من النداء اللي هو وحدة الجيش ثم الدخول إلى المؤتمر. طبعا الساحة كانت تعج والتداخلات كانت كثيرة جدا، والكل كان يأخذ الحكم بتاعته، لكن أقدر أقول باختصار لحد ما الأيام ده الناس حريصة بالذات الباقين أطال الله عمرهم من بدأنا في ترتيب هذه الانطلاقة بتاع حركة الإصلاح في بسياقها والوثائق اللي كانت تنشر، كل المسائل ده إن شاء الله حيتم جمعها ووضعها في كتاب يصدر لاحقا بعد ما نكتمل من التشاور
لأنه في المرحلة الموجودين فيها حاليا بنحتاج أيضا إلى انتفاضة كانتفاضة الإصلاح، كثورة الإصلاح لجمع الشتات الموجود وتوجيهه التوجيه السليم، استفادة يكون من التجربة الإصلاحية وأيضا يكون من الواقع الموجود حاليا. وإلا الحالة اللي كنا موجودين فيها آنذاك وهجمة الاستعمار الأثيوبي، اليوم كمان الهجمة الهجدفية ما أقل شراسة في وقتل ودفن القضية الوطنية أبدا، ما أقل من تلك. وبالتالي ما كان امبارح أصبح بالضرورة أن يعاد اليوم. كيف يتم؟ هذا حديث مرتجل هو من عندي، وقد أكون أنا نتيجة السنين الطويلة أدي فيه قاعد ولا، لكن لما الناس تعتكف كيف كانت مرتب ترتيب ومعزز بالوثائق اللي كان يصدرها كنشرات تعبوية، كل المسائل ده ممكن ترد والحالة تنتفض وفي أمس الحاجة إلى إصلاح جديد لواقعنا نتيجة الشتات الموجود والتباين الموجود والنظام وهجمته. بالتالي نحن في أمس الحاجة، وأتفق معك أن لا بد ما نحن موجودين فيه أن نستفيد من الأمس، وأن سبتمبر زي ما ذكرت، وأنا أرجع وأكرر وأقول لا زال بخير وله مدرسته مستمرة في تنوير من يقوم لمصلحة هذا الوطن ولهذه القضية. فأقول هذا باختصار المضبوط هو بالنسبة لحركة الإصلاح، لأنك أنت سألتني وما حبيت أقول لك ما جاهز، إنما نقول ما نتوفر. والله بالمفيد المفيد، وبارك الله فيك أستاذنا المناضل الكبير محمود إبراهيم محمد أبو رامي على إفادتك وشهادتك بالتاريخ. في نفس الوقت أنا عايزك برضو، لأنه كل الثورات زي ما أنت عارف أستاذنا، كل الثورات في الدنيا يعني يصنعها المبدعون يعني، وبرضو يحركها المبدعون. بعدين بتجي بعد المبدعين ديل بيجوا العسكر وبيجوا الانتهازيين ويسرقوا ويعملوا زي ما أنت عارف. فكده شهادة للمبدعين، سواء كان الشعراء، الكتاب، الفنانون، الممثلون وغيره. وجبهة التحرير كانت تعج بالمبدعين يعني. فبالله سبتمبر ده كيف ساهم فيه المبدعون من خلال مشاهداتك، سواء كان داخل الميدان أو داخل المدن السودانية في سوريا وغيره، لأنه عندنا قناعة أنه المبدعون ديل كان لهم دور كبير. فشهادتك شنو بالنسبة للمبدعين أستاذ محمود؟ بارك الله فيك. هذا حقيقة هي، وهؤلاء أبدعوا فعلا، ومن الإجحاف أن لا يذكر دورهم. وصدقني يا أستاذ الفاضل، ما كانوا يوجهوه بمثابة 1000 بندقية، لأنه الحركة بالكلمة والحركة بالإيقاع والحركة بالتمثيل كانت تمثل شحنات قوية جدا، سواء للمقاتلين، سواء للجماهير، سواء خلق الرعب على العدو وكل أدواته. فكان الإبداع في مسيرة جبهة التحرير الإريترية تحت مظلة سبتمبر العظيم كبيرة جدا. يوم ما فكرت جبهة التحرير الإريترية وبالذات كوادرها الأساسيين المستوعبين والواعين أن تكون فرقة فنية، هذه الفرقة الفنية رسالتها كانت إعطاء شحنات حياة وأمل للمقاتلين. يوم ما كانت تجي والله الفرقة الفنية تجوب ويكون في ملتقى، كانت تدي بكل أمانة تقيير وتنظيف الجهد اللي يواجهه المقاتل وهو في الميدان، وبعد خروجه بالذات من معارك قاتلة وطاحنة كان تبعث الأمل. فلهؤلاء والله كل التحية، وكل التحية الفرقة الفنية بكاملة. والفرقة الفنية ليس بمعدل،
الآلة الموسيقية مش هي اللي كانت هنا، إنما الكلمة المعبرة والكلمة العاكسة والكلمة المصورة التي كان يفجرها جماهير شعبنا وبكل لهجات ولغات هذا الشعب دي، كانت من إحدى العوامل الأساسية اللي توحد وتحافظ على النسيج الوطني الإريتري. مهما حاول النظام والاستعمار الأثيوبي أن يجهد هذه المسائل ده ما استطاع أبدا. فبالتالي بجانب ادعاءات المقاتل، بجانب انتصارات المقاتل، بجانب ترتيب ورسم سياسات الكوادر والقيادات، كان هذا الفنان عندما يصدح بصوته، وكان هذا الشاعر عندما ينفجر بكلماته كان يهز ما أقل من هزة المدفعية اللي كانت موجودة. فكنا بحق وحقيقة من إحدى العوامل اللي أثرت هذا الشعب الإريتري هو الجناح القائم كان والممثل في الشعراء والممثلين والفرق الفنية. جيش التحرير يوم ما كانت تجيه الفرقة كأنه أعداء كثيرة كان حاملة في ظهره، وهو يتململ ويعيش هذه الكلمات. بل أكثر من ذلك أستاذ الفاضل، كانت ترسخ حقيقة تاريخنا، وكانت ترسخ هذه المسائل ده حقيقة هويتنا الوطنية. مهما ادعى الاستعمار الأثيوبي أن نحن بلا هوية ولا عندنا، إنما الكلمة اللي كانت تقال والإيقاع اللي كان، هذه كانت ترسخ وتأكد بطلان ادعاءات الاستعمار الأثيوبي وتأكيد هويتنا الوطنية الجامعة الشاملة. نعم. مكون شامل. نعم. لذلك نعم. معليش محمود، أنا أقول لك الفن والشعر هذا أبدع ما أقل من البندقية. نعم نعم، ما في شك. طيب الآن دور هؤلاء المبدعين، والمبدعون ما أكثرهم اليوم، يعني من شعراء وفنانين وممثلين وكتاب وصحفيين وغيرهم يعني، والإبداع طبعا له ألوان وأشكال كثيرة. بالله رسالتك شنو أستاذ محمود؟ ليش ما قادرين المبدعون دول شوية يلملموا الأطراف السياسية دي شوية؟ برأيك دايرين رسالة مباشرة؟ وشنو المشكلات اللي بيعانوا منها المبدعون ذاتهم؟ أيوة، بارك الله فيك. لعل وعسى ممكن يوصل صوتي ولو إنما ما أقوله يا أستاذنا الفاضل الكريم، شوف الكلمة والأغنية المعبرة سلاح قوي وخطير جدا في مواجهة التخلف، وفي مواجهة التملق، وفي مواجهة الانكسار. تعرف يا أستاذ الكريم، أقول لهم يوم ما كنا نصدح والنشيد يولول ونقول يا سبتمبر مرحبا يا عواطف بلهجة واحد وبلهجات متعددة، كان النسيج قوي ومطلع، والعدو الأثيوبي ما كان قادر يخترقه. اليوم وصيتي وندائي لكل هؤلاء اللي يتمتعوا بمملكات الفن كلمة وأداء، أوجه لهم من إحدى أخطر السلاح اللي قاعد يمارسها ضدنا نظام هدف هو المسألة بتاع الشعر وبتاع المرتبط بالوطن وبالقضية وبتاريخه وبترابط المجتمع، وأيضا مسألة الشعر. ديل الاثنين لابد في هذه اللحظة دي أكثر مما نحن محتاجين إلى البندقية، محتاجين في هذا الزمن الموجود فيه إلى الكلمة الصادقة المعبرة الشاحنة، إلى اللحن، إلى القوة الموجودة عشان تدفع بالذات 10 مرات بالذات وأندرلاين أوليها إلى 100 ما يوصل إلى مصانع الشباب، لأن هذه الطاقات المجمدة أصبحت تحت تأثير قوى الترويج، وبالتالي أصبح ما يفهم ذات إيش هو الموجود، لكن عبر الوسيلة اللي يستوعبوها ويرغبوها يجب أن أدخل أرضهم ومجتمعهم وحياتهم، واللي هي الكلمة والفن. الكلام
الجامع الوطني يجب أن يتحملوا الشباب وذوي الملكات الفنية في هذه المرحلة بالذات. في هذه المرحلة بالذات يجب أن يكون عندنا عشرات من التعبيرات لوحدة هذا الشعب، عشرات من التعبيرات لإرادة هذا الشعب الموحدة، والرافض للتمزيق، والرافض لكل وسائل التباعد الموجودة. نحافظ أيها الشباب، نحافظ أيها الفنانون، ونحافظ أيها المبدعون على وحدة الشعب، وفي إيدكم، في إيدكم، في عقليتكم، في تماسككم يوجد هذا المسألة ده. وإلا من صفر هو أكبر فرقة فنية كانت تجوب السودان وتجوب الأراضي الإريترية، تم تكوينها من مجموعة واحد اثنين ثلاثة، وبعد كده حتى الشباب المقاتل مكن. فلذلك أمامكم دلوقتي والأمور ميسرة لكم، أدوات الفنية والتقنيات الفنية متوفرة وموجودة، ولا عذر للتخلف. إحدى الأسباب اللي تأكد لنا وتساعدنا في القضاء على تمزيق هويتنا هو أن يكون عندنا الكلمة المعبرة عبر الشعر، عبر الفن، عبر التماسك، وفي إيقاع واحد إن شاء الله. هذا ما أتمناه من شبابنا ومبدعينا. والله رسالة، يعني رسالة جامعة مانعة لكل الشرائح، شباب على من المبدعين، يعني كبار، رجال، نساء، وما إلى ذلك. والله أنا في ختام هذه الشهادة اللي أدلى بها أستاذنا المناضل الكبير محمود إبراهيم محمد أبو رامي، يعني برضو أنا أقول شهادة بحق كوادر وقيادات ورعيل جبهة التحرير الإريترية. طالما نحن في منبر الشهادات، والله أنا في أي مقابلة أعملها مع الرعيل من جبهة التحرير تحديدا وقياداته ألاقي كلام، يعني مش عشان يبسطني أنا، كلام لكن مرتب، وكلام منظم، وكلام ينم عن أنه كان هنالك عقل في جبهة التحرير. وهذا ليس خصما على تجربة الجبهة الشعبية اللي هي امتداد لجبهة التحرير، ولكن دائما ألاقي في الكادر ما يعني يريح القلب ويشنف الأسماع ويلامس الحقيقة المرة الموجودة. وليس يعني برضو في الاتجاه الثاني برضو في ناس، لكن في الغالب هذه الشهادة أنا بقولها. وإن شاء الله نحن سعدنا بك أستاذنا محمود. شكرا شكرا. اللقاء وحنلتقي بك. أهلا. وفي ختام هذا اللقاء أنا باسم كل المستمعين لإرينا الدولية أشكر باسمكم المناضل الكبير أستاذنا محمود إبراهيم محمد أبو رامي لحديثه في 3 حلقات في رحاب سبتمبر شهادة للتاريخ. نديك برضو تختم لنا الحديث أبو رامي بما تشاء. نعم، أنت ختمته وختامك مسك، ولكن أقول كلمة واحدة: يا شعبنا الأبي، التفرقة والتشرذم والتمترس لن يخدم القضية الوطنية التي هي في مهب الريح. يا أخوة في كل مكان ويا أخوات في كل مكان، القضية الوطنية الإريترية اليوم معرضة لأخطر ما يكون، تباع وتشترى وتهدى، يعطي من لا يملك ويملك من لا وهذا كله من تقاعسنا وتباعدنا وعدم تصدينا. اليوم إريتريا في خطر، واقع الموجود في السودان إريتريا في خطر، واقع الموجود في إثيوبيا إريتريا في خطر. نحن مستهدفين، هويتنا مستهدفة أيها الشعب. كل واحد يقول كلمته في حق، على الأقل في حق الشهداء، آلاف الآلاف اللي دفعناها. السكوت هو مش شيطانا أخرس، نحن والله كل أباليس القرص بكيف. فعشان كده بقول يا أخي، حتى نفرين، حتى في داخل البيت يجب أن يكون عندنا قوة الاستنكار وقوة الرفض لما قاعد يتم في إريتريا دي. إريتريا اليوم من دولة قاعد تتحول إلى لا شيء، وهذا هو زي ما شايفين
رئيس اثيوبيا كل مره يدخلنا ويطلعنا وكما يشاء، ومعه جماعات الاخرين، والواقع اللي قاعد يضحك دلوقتي في السودان والمستهدف منه ايضا شعبنا الاريتريي الموجود هناك ومكونات شرق السودان. كل هذا يفرض علينا ان نتحرك باسرع ما يكون، وان نبتعد تنظيم فلان، مكون فلان، مظله فلان. هذا دلوقتي لن يفيد. ابقى مظله، تبقى تنظيم لوحدك، لن تستطيع ان تحقق لإريتريا شيء. ولكن الايد في الايد زي ما يقولوا اخواننا وجيراننا واحبابنا السودانيين، ايد في ايد تجدع بعيد، ونحن عايزين نجدع بعيد. نعم نعم. وفقكم الله. هذه رسالة من مناضل التحق بالكفاح المسلح والثورة في بداية الستينيات، وهذا نداء لرجل قدم ما قدم. عسى قومي يسمعون، ويسمعون فيعقلون، ويعقلون فيلتزمون ويتحركون. والله لا نيأس من روح الله، لأننا مؤمنون بالوطن ومؤمنون بقدرة هذا الشعب على المستحيل، وأن يعيد التاريخ من جديد لهذا الشعب وهذه الدولة والشهداء. شكرا لك أستاذنا المناضل الكبير محمود إبراهيم. محمد أبو رامي. وفي الختام لكم مني التحية، محدثكم أحمد شريف برفقة زملائي في الهندسة الإذاعية والإخراج والإشراف العام فتحي عثمان وبيت سيمون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا.